السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ ست الكل. تعالوا نعمل مع بعض أكلة جميلة جدا، ناس كتير بتحبها بس ما ينفعش تتاكل إلا لما تتعمل في البيت عشان نضمن نظافتها وجودتها. تعالوا نعمل فشة والطحال المتحمرين بطريقة هتعجبكم جدا. تعالوا نشوف وصفتنا. معانا هنا طحال وفشة غسلينهم كويس جدا. اهم حاجه غسلهم كويس، نغسلهم بدقيق وملح وليمون. بعد ما نغسلهم كويس جدا هنصفيهم. معانا هنا ميه مغليه. الميه اول ما نلاقي الميه تبدا تغلي هننزل معانا طماطمايه، جزرايه، بصلايه، ورق لورا، حبهان بودر ومستكه، فلفل اسود صحيح وملح وفلفل اسود. اهم حاجه الميه تغلي كويس جدا. هننزل بالفشه وبالطحال. اهم حاجه اتاكد ان الميه غليت كويس جدا. هنسلق كل حاجه في حله لوحدها. هنسلق الفش لوحدها والطحال لوحده. اهم حاجه نتابعهم بالتقليب كل شويه وهنسيبهم لحد ما يستووا. بعد كده هنختبرهم بالشوكه، لو لقينا استوى هنغطيهم وهنسيبهم لمده 5 دقايق. بعد كده هنصفيهم. بعد ما صفيتهم وبردوا تماما، اهم حاجه يبردوا كويس جدا. بعد ما يهدوا ويبردوا هنقطعهم. لو عايزه التقطيع تطلع معاكي حلوه مضبوطه ممكن نحطهم في التلاجة لمده ساعتين، يعني تقطعوا بعد كده معاكي تقطيع حلوه وبالشكل ده. لو مستعجله بس تسيبيهم يهدوا ويبردوا مفيش مشكله، ممكن تقطعيهم عادي. بس لو عايزه التقطيع تبقى افضل ممكن تسيبيهم في التلاجة لمده ساعتين. اهم حاجه الفشه والطحال لما نقطعهم، لو مش هتحمريهم على طول تحطيهم في التلاجة، ما نسيبهمش برا، ما يقعدوش في درجة الحرارة العادية. دي خطوة مهمة جدا. اهم حاجة لازم يتحمروا على الاكل على طول، ما نحمرهمش ونركنهم، لا هي دول وقت خلاص الاكل دلوقتي هنحمرهم ويتحطوا يتقدموا على طول يتاكلوا. يعني حتى ممكن تحمري كمية على قد عدد الافراد اللي هياكل او على قد الكمية اللي عايزاها للاكل، وتشيلي الباقي في التلاجة. طبعا لو الباقي مش هيتاكل في نفس اليوم نحفظه في الفريزر، لكن ما نسيبهمش برا خالص. كده انا قطعتهم زي ما احنا شايفين، مقطعين الطحال شرايح متوسطة، مش عايزينه تخين. شايفين التقطيعة. اهم حاجة نقطع الفشة الاول بعد كده الطحال. معانا هنا الطاسة بتاعتنا، حطيت معايا هنا ليا مفرومة، حطيت معلقتين زيت. هنشوح اللية انها تسيح. بعد كده ننزل فصين توم مفرومين وقرنين فلفل حار اخضر، رصيت الفشة والطحال، ونرش عليهم الملح والفلفل وهنقلبهم. بعد نقلبهم على الوش التاني، معايا هنا بصلاية متقطعة جوانح وقرن فلفل رومي متقطع جوانح زي البصلاية، هننزل بيه وهنشوحه مع الفشة والطحال، وهنرش ملح وفلفل اسود. هنفضل بقى نشوح في الطحال والفشة ونقلبهم كويس جدا. بعد كده هنغطيهم ونهدي عليه النار وهنسيبهم يتحمروا كويس. وهنا بعد ما اتحمروا، دي احلى طريقة واحلى طعم عشان تطلعي فشة وطحال متحمرين بطعم جميل جدا. شايفين المنظر الجميل؟ هنقدمهم بقى مع الجرجير والبقدونس والممبار. انا كنت نزلت لكم الممبار في الفيديو، هحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. واحلى بقى سندوتش في احلى رغيف عيش بلدي. بجد جربوا السندوتش ده هيعجبكم جدا. جربوا الطريقه دي وقولوا لي رايكم،
ولو اول مره تشوفونا ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم فيديو جديد ووصفه جديده من مطبخ ست الكل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.